منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم، وفي التوقف الدولي القادم برمج رسميا 3 لقاءات ودية تخلي الإطار الفني يقف على جاهزية كامل العناصر الوطنية وإعطاء الفرصة لكافة العناصر للمشاركة في التربص القادم. عندنا 2 لقاءات منهم مش يتلعبوا في تونس بملعب حمادي العقربي برادس. اللقاء الأول ضد منتخب موريتانيا، واللقاء الثاني أمام منتخب الأردن، بينما اللقاء الثالث مش يتلعب في مدينة ليل في فرنسا. لقاء كبير، لقاء تاريخي ضد المنتخب البرازيلي منتخب السامبا. لقاء كبير، لقاء تاريخي، لقاء سيكون بحضور الجماهير التونسية والجالية التونسية الحاضرة بفرنسا لدعم المنتخب التونسي، خاصة في انتظارنا كأس العالم 2026. الترشح لكأس العالم 2026 وخاصة في تصفية كأس العالم اخرجنا بشباك نظيفة كرقم تاريخي خلى منتخبنا الوطني التونسي ضمن المنتخبات المرشح لمنتخب العام في إفريقيا. وكذلك سامي طرابلسي مدرب المنتخب مرشح ضمن قائمة المدربين لأحسن مدرب في إفريقيا سنة 2025، بالإضافة إلى تواجد الحارس المنتخب التونسي الحارس رقم 1 أيمن دحمان ضمن قائمة الحراس المرشحين لأفضل حارس مرمى في إفريقيا. عنده دور كبير باش خلى المنتخب التونسي يحافظ على نظافة شباكه طوال تصفيات كأس العالم 2026. هذه آخر الأخبار على المنتخب التونسي، وخاصة على اللقاءات الودية المبرمجة في التوقف الدولي في شهر نوفمبر إن شاء الله.